ينبض السوق الذي يعود للقرون الوسطى بحياة صخب الباعة وضجيج المتسوقين. توم سوير المسترخي في وزرته يتجول بين الحشود وفي يده طوق خشبي. في خضم الفوضى النابضة بالحياة في سوق العصور الوسطى، يطيل توم النظر إلى رغيف خبز ومعدته تقرقر من الجوع. يتمتم: لو كان لدي عملة معدنية فقط، أو أي شيء على الإطلاق. ويزداد يأسه مع كل لحظة تمر. بدافع الجوع يخطف توم بسرعة رغيف الخبز. تضيق عين الخباز وهو يشهد الفعل اليائس يتكشف أمامه. في سوق العصور الوسطى الصاخب، يندفع توما عبر الحشد وهو يمسك برغيف خبز. يصرخ الخباز: يا لص، أعد خبزي. وجهه أحمر. يتردد صد الضحكات بينما يراوغ توم عبر الحشد. بائع فواكه يرمي تفاحة محاولا إيقاف توم وسط الفوضى الصاخبة للسوق في العصور الوسطى. يركض توم عبر الأكشاك المزدحمة مطاردا بلا هوادة. في خطوة جريئة يقفز فوق برميل. بدهاء يرمي توم العملات المعدنية في الهواء مما يخلق موجة من الفوضى والإلهاء. يختفي توم خلف نافورة تاركا مطارديه في حيرة في الساحة المزدحمة. من مخبئه يندفع توم إلى الأمام مستغلا فرصة للهروب. باندفاع الأدرينالين يقفز توم على ظهر حمار ويتردد صد ضحكاته في السوق المزدحم. ينطلق توم بسرعة وضحكاته تثير غضب أولئك الذين تخلفوا وراءه. يجلس توم على التل وفي يده رغيف مسروق وابتسامته عريضة مليئة بالشقاوة. يلقي نظرة على السوق البعيد. توم يغمز. تنفجر ساحة السوق في العصور الوسطى بالحياة بينما يندفع توم سوير عبر الفوضى وهو يمسك برغيف خبز بإحكام في قبضته. رغيف مسروق وقبعة مزينة بالريش ونصف السوق يلاحقه. مجرد يوم آخر لتوم سوير.